المكان بتاع النهارده من اقوى اماكن الحلويات في بورسعيد، بقاله اكتر من 60 سنه، وانا لما رحت بورسعيد جربته وعجبني جدا. دلوقتي بقى موجود في القاهره وهو سامي سالم. النهارده بقى هنجرب حاجات بيزك جامده جدا جدا، وحاجات فيها شويه اختراعات كده لذيذه برضو مع بعض. دي كنافه بالجبنه، بس هي مش نابلسيه، دي جبنه حلوه كده مشهوره هم اللي بيعملوها، تبقى في قلب الكنافه بيبقى طعمها حلو. دي بقى كنافه بالكريمه اللباني، دي خطيره، وانا بالنسبه لي بحب كمان اسخنها يبقى طعمها عالمي. دي مليكه، اقوى اختراعات سامي سالم. هي حاجه كده محشيه قشطه بس ما حدش عارف هي عباره عن ايه. دي بقى ترويقه فراوله، طبقه كنافه بالسمنه البلدي مع كريمه لباني وريد فيلفت وفراوله على الوش. ترويقه جبنه، طبقه بسكوت بالزبده وريد فيلفت كريمه لباني وكريم تشيز وعليها توت وفراوله، وبرده من الحاجات التوب سيلرز بتوع سامي سالم. اخر حاجه فيهم بقى الملوكي، دي بسبوسه على الطريقه التركيه محشيه بالقشطه. هنا بقى عندك شويه بسبوسه بالمكسرات مع شويه بلح الشام مع شويه بسبوسه ساده سمنه بلدي يعني، وبلح الشام بتاعهم كمان ملوش حل. دي بقى فورمه كده كنافه بالكريمه اللباني مع مانجا وكنافه بالشوكولاته.